لو المطلوب مننا ان احنا نسكت ونتخرس وما نتكلمش وما نقولش كلمة الحق او نطلع نهاجم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي من اخواتنا واصحابنا واهالينا وحبايبنا عشان نعجب، لا اما كده لا اما هيكون الثمن ان احنا نتشتم ونتهان ونتهدد ويتم تهديدنا بالريبورتات وبقفل الصفحة. يا اهلا بالثمن ده، يا مرحب بالثمن ده، لكن برضه مش هنغلط في اخواتنا من جماهير الاهلي، مش هنغلط في النادي الاهلي، مش هنغلط في اصحابنا اللي معانا في بيت واحد عشان نعجبكم ونسلم من اذاكم. وعارفين كويس ان في ظهرنا اخواتنا واصحابنا وحبايبنا من جماهير النادي الاهلي المحترمين اللي هيعرفوكوا في الفيديو ده مين هم ريمو وسيمو، وهيفضلوا مكملين دايما في ظهرنا. هحكي لكم يا حبايبي يا اخواتي اللي بيحصل لنا من امبارح، لان انتوا اهلنا وبنعتبركم جزء واحد مننا، ملناش غيركم بنطلع نحكي لكم. امبارح لمجرد ان احنا طلعنا عملنا فيديو في برنامجنا الجديد وش في وش واللي بيتعرض على المنصة المحترمة الحرية سبورت، قلنا في الفيديو ده ان مفيش لاعب يندم انه راح لعب في الاهلي. كنا بنرد بالفيديو ده على المسؤولين من نادي الزمالك اللي طالعين يقولوا اصل زيزو ندم لما راح الاهلي. ليه وليه نقول الحقيقه؟ ليه وليه نطلع نقول كده؟ تهديدات بقفل الصفحه، ريبورتات، شتايم، اهانات. انا حاطط لكم رابط الفيديو اللي عملناه عشان تشوفوا في اول كومنت، وعايز كل حبايب ريمو وسيمو يخشوا يعملوا اكبر دعم للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، عشان كل واحد داخل يهاجمنا يعرف ان هو بيهاجم لصالح انه عايز الكذب هو اللي يبقى موجود. بعد اذن كل حبايب ريمو وسيمو، احنا النهارده بجد محتاجين دعمكم. قبل ما اقول اي حاجه يا جماعه، انا بقول لكل اللي فاكر نفسه ان هيقدر يخرسنا او يسكت صوتنا، انا بقول له صوت الحق كفايه كده ما بيسكتش، وصوت الحق مش هتقدر تسكته مهما اتعمل. ليه؟ لو عملت الصفحه اديك شفتنا في موقع الحريه سبورت، وهنبقى في غيره وهنبقى في غيره وفي اي مكان هنفضل نقول كلمه الحق. لو في التلفزيون هنقول كلمه الحق، لو في اي حاجه في الراديو هنقول كلمه الحق، هنفضل نقول كلمه الحق. فلو فكرك ان الموضوع محدود في حاجه هتقدر تقفلها وخلاص، ما يهمناش ومش هيعمل اللي انت عايزه. والناس اللي معانا والناس اللي ورانا ناس ما يهمهاش غير ان هم كل اللي هم عايزينه يسمعوا مكان محترم او يشوفوا حاجه محترمه بيكلمهم فيها عن كلمه الحق. فاذا كنت انت ضعيف ومش عارف ترد وواكلك قوي، انا اسف لما جينا قلنا هو زيزو ازاي يعني هيكون عايز اكتر من انه يلعب كاس العالم للانديه امام ميسي في مباراه افتتاحيه في بطوله استثنائيه. ايه اللي ممكن يكون لعيب كوره عايزه اكتر من كده؟ ايه اللي ممكن لعيب كوره يكون عايزه اكتر من كده؟ ده اللي احنا جينا نقوله لما بيقول لك اصل زيزو رجع يعيط وندمان. ده طالع يجري يعمل الفيزا بتاعت امريكا وفرحان ومبسوط علشان هيلعب في كاس العالم للانديه اللي عمره ما كان هيشوفه في الزمالك. هي دي حاجه تزعل؟ هي دي حاجه تزعل؟ هو كلمه الحق بقت بتوجع قوي كده؟ هو ده اللي احنا طلعنا قلناه، هو ده اللي احنا طلعنا قلنا. ازاي يعني كان الكلام ده؟ ازاي كان مخبي الموضوع وهو مش عايزه؟ يعني الموضوع واضح زي الشمس. وكان رد على طبعا الاستاذ عمرو الجنايني مع كامل الاحترام ليه، لكن الكلام اللي قاله مش حقيقي. المفروض ان احنا نطلع نسقف ونطبل علشان كده ابقى الزملكاوي واعجبك؟ لا، احنا قلنا كلمه الحق وهنفضل نقولها. وعلى اذن كريم اتفضل. في لجان
هم عارفين نفسهم قبيضة، لجان قبيضة مهمتهم انهم يطلعوا يهاجموا ريمو وسيمو او يهاجموا اي قناة او موقع بيستضيف ريمو وسيمو. الناس دي بتستضيفنا عشان عارفة حب الناس لريمو وسيمو، عشان هما بيقولوا كلمة الحق. هما بيدوروا على الشيء اللي يأذوا فيه كلمة الحق ويخلصوها من انهم يأذوا ريمو وسيمو في اي قناة بيطلعوا بيها او اي موقع بيطلعوا فيه. علشان كده نازلين تهديدات اللجان دي وسب، سواء في ريمو وسيمو او الموقع المحترم اللي طالعين بنقدم فيه اقوى برامج كرة القدم وهنستضيف فيه كبار النجوم في كرة القدم في مصر. فالناس داخلة بتهاجم ريمو وسيمو، لكن ربنا هو اللي هيظهر الحق. وجماهير اللي بيحبوا ريمو وسيمو، حبايب ريمو وسيمو في ظهرنا، احنا ما قلناش حاجه. احنا قلنا للي طالعين يكذبوا ويقولوا ان زيزو ندم عيب. النادي الاهلي يشرف اي لاعب والزمالك يشرف اي لاعب، فاطلع اقول على ان لاعب راح النادي الاهلي ندم؟ هو ده اللي هو ده الاعلام اللي انتوا عايزيننا نقدمه؟ هو ده لا اما كده الشتيمه لا اما كده الاهانات؟ انا لتاني مره بقول لكم، انا سايب لكم رابط الفيديو اللي مش عايزينه يتسمع، اللي عايزينه يفشل، اللي عايزينه، لكن ان شاء الله باذن الله هيوصل لكل الناس والناس هتسمعه وهيوصل لها كلام ريمو وسيمو. سايب لكم اللينك في اول كومنت. اتفضل. انا عايز اقول بس حاجه، يعني مش جديد علينا ان احنا نتهاجم، ومش جديد علينا كل انا اسف قله الادب والقذاره والسفاله اللي احنا بنسمعها، لكن ان احنا نروح تجروا ورانا في اي مكان الناس لهم مشكورين يستضيفونا عندهم في موقعهم المحترم وجريده محترمه، يلاقوا كل هذا السباب وكل هذه الكومنتات وكل هذا الكلام والهراء والافتراء. هو ده اللي احنا جايين نقوله، طالبين دعم كل محترم وكل حد معانا بيحب ريمو وسيمو. اللينك في اول كومنت تدخل عليه علشان نقدر نواصل قول كلمة الحق في أي مكان، لأن في ناس يعني قاعدين لنا زمال سيمو لجان هيروحوا هنا الحق ده هنا روح ادوش عليهم واعمل عليهم وبتاع علشان يمنعنا من الظهور في أي مكان. وده يعني حاجات يعني مش هتوصل لأي حاجة. طبعا بدعمكم وبوجودكم معانا هنفضل على الوعد وعلى العهد ان احنا عمرنا ما هنقول غير كلمه الحق. وبعد اذنكم يا جماعه، في صالح اي حد او مش في صالح اي حد. وبعد اذنكم يا جماعه، الناس المحترمه في موقع الحريه سبورت لقوا مننا كل الاعتذار على الهجوم اللي اتعرضوا له على فيديو زي كده، وسايب لكم الفيديو. خشوا بعد اذنكم ادعموا كمان موقع الحريه المحترم اللي ما يكونش عشان استضاف عنده ريمو وسيمو طلعوا يقولوا كلمه الحق ما يكونش جزاؤه التعرض لهذا الهجوم والسبابه الغير مبرر.